نفسك يبقى عندك انستا باي على شوبيفاي ستور بتاعك عشان الناس يدفعوا لك اسهل فيشتروا اكتر. تعالى اوريك الفيديو ده ازاي تفعل انستا باي عندك على شوبيفاي. اول حاجه عشان تفعل انستا باي عندك على شوبيفاي ستور بتاعك، اول حاجه انا عملت ستور جديد اهو. هخش على سيتنجز، بعدين اخش على بيمنتس، والطريقه الوحيده اللي موجوده دلوقتي هي انك تخليها مانيوال بيمنت ميثود وكرييت كاستم بيمنت ميثود. للاسف دلوقتي مفيش فاليديشن للبيمنت اوتوماتيكلي، يعني لو حد دفع لك دلوقتي عن طريق انستا باي شوبيفاي ما يقدرش يتاكد لك لو هو دفع فعلا. فالبروسيس دي احنا بنحتاج نعملها مانيوال، وانا هقول لك هنعملها ازاي دلوقتي. هتسميها طبعا انستا باي، والاديشنال ديتيلز دي اللي انت بتكتب فيها ايه هي البيمنت ميثود دي او وصفها اللي الكاستمر بيشوفها قبل ما يدوس عليه. فهتكتب مثلا pay with insta pay. تمام. بيمنت انستراكشنز دي بقى اللي انت لازم تكون مركز فيها كويس جدا، دي اللي انت هتكتب فيها رقم تليفونك اللي هيتحول عليه الانستا باي، سواء بقى كان بنك اكاونت او والت او الكلام ده كله. فهنكتب مثلا اول حاجه اوبن انستا باي، تاني حاجه تشوز والت، ده لو مثلا الرقم اللي عندك ده رقم محفظه. وهنكتب send total order amount to، ونكتب اي رقم، وبعدين نكتب send a screen shot to the same number on WhatsApp. كده انت وصفت ان ديتيل للعميل بتاعك ازاي هو هيدفع على انستا باي عشان ما يتلخبطش. قلت له هتفتح انستا باي، بعدين هتختار الوالت، بعدين هتقول له هتدفع حق الاوردر كله للرقم اللي هو كذا، وبعدين هتبعت لي سكرين شوت على نفس الرقم على الواتساب. فهم 4 ستيبس بساط جدا واضحين جدا، مفيش اي حد هيتلخبط فيهم. كل اللي عليك والمجهود اللي هتعمله انك هتخش تتاكد ان فعلا الرقم ده حول لك، وتاكد من سكرين شوت وان هو بعتها لك والكلام ده كله، عشان تكون اتاكدت ان هو دفع حق الاوردر. بعد كده ممكن بقى تعمله فولفيل وتشحنه له وبس. كده تكون عرفت ازاي تحط انستا باي عندك على شوبيفاي ستور. لو فيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب، واستنى مني فيديوهات اكتر بكتير جدا. هعلمك تيبس اند تريكس لشوبيفاي كتير جدا، وهتعجبك وهتفيدك في السيلز بتاعتك.